ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. لكن حتى الامور القانونيه الان ندخل الامور في غموض واضحه العمليه. يا اخيك الامور القانونيه يجب اخذ بعين الاعتبار النادي الذي ينتقل فيه او الدوري الذي ينتقل فيه، الدوري الذي سوف ينتقل فيه لا ينتهي الميركاتو في 21 يناير بغض النظر عن الميركاتو يغلق في الجزائر او لا. نمشي استاذ مغودي. اليوم 28 ويوم 31 على 3 ايام. اوكي خويا. نمشي للاستاذ محمد المغودي. اليوم غير عادي يا حكيم. انا كنت تكلمت القانون. لا اليوم انا تكلمت القانون. اليوم غير عادي. وانت تحديتني يا هيكل. شو تحديتك؟ القانون تو انا نقول لك بصفه وديه والامور صارت بسلاسه وانت تحب تعقدها. نمشي مباشره للاستاذ محمد المغودي مباشرة من الرباط. أستاذ محمد المغودي سعيد جدا بوجودك معنا، أهلا وسهلا. وعلى فكرة جاني سؤال من وحي اللحظة، ولما ربيع يتحدث على الضغط المسلط على الجماهير على لاعبي الجزائر، والحقيقة شعرنا أنه في رغبة دولة إن صح التعبير في الفوز ببطولة إفريقيا المحليين من خلال الحضور الجماهيري، من خلال ممكن توفير كل ممهدات النجاح للمنتخب الجزائري في هذه البطولة، في ضغط على المنتخب الجزائري وعلى لاعبي المنتخب الجزائري. وهذا يجرني ممكن للحديث عن ملف 2025، لأنه العديد الآن بدأ يتساءل إلى أين سيذهب ملف 2025، لأن المنافسة ستكون حامية الوطيس خاصة بين الجزائر والمغرب. والجزائر ممكن تريد أن تظهر العديد من الأشياء في بطولة إفريقيا للمحليين الشان 2023. والله عزيزي هيكل، اولا تحيه ليك وتحيه ايضا للعزيزين حكيم وربيع، واقول لربيع لسلامتك. تحيه ايضا لطريق وايضا لعلاء موهوب، تحيه لكل اسره برنامج الكره العربيه. والله عزيزي هيكل، انا اعتبر ان الموندياليتو ان بالمغرب ما هو الا حركه تسخينيه، او نقول ان حصه تدريبيه للمونديال افريقيا 2025 ان شاء الله الذي سيكون بالمغرب. كل الشروط، كل الامكانيات، كل الطرق، كل ايضا الاساليب القانونيه والشرعيه التي استعملناها ووظفناها وسنستعملها وسنوظفها ايضا لنفوز بتنظيم مونديال افريقيا 2025. نظمنا الكثير من المسابقات الافريقيه ونجحنا فيها، وبالتالي فاعتقد ان المغرب سيحظى ايضا بهذا الشرف تنظيم مونديال الافريقيا ل 2025. ارجع لي شو الجمله الاخيره اللي قلتها استاذ؟ ضيعت الجمله الاخيره. نعم، ضيعت الجمله الاخيره. شو الجمله الاخيره اللي قلتها لي؟ قلت فقط اننا يعني نجحنا في كل التظاهرات الافريقيه التي نظمناها بالمغرب، وايضا سننجح ومن خلال الترتيبات التي موجوده الان على مستوى الموندياليتو ان المغرب ايضا سيحظى بتنظيم مونديال افريقيا 2025 رغم ان هناك منافسه من العديد من الدول الافريقيه. واضح استاذ محمد المغودي. طبيعي في ثقه بالنسبه للمغرب لتنظيم كاس افريقيا 2025، وايضا الجزائر ايضا في ثقه لتنظيم كاس افريقيا من خلال الشان ان صح التعبير. لا، الجزائر هيك اليوم ثبتت بهياكلها بالمرافق الرياضيه، بالطرقات، بالفنادق. تتخيل يا هيكل انه مثلا موتسيبي الجزائر يعني عملت كوبي باست لما فعلته قطر. موتسيبي شاهد مباراه الجزائر في الربع النهائي ضد الكوت ديفوار، بعد نهاية المباراة أخذ طائرة خاصة ومشى إلى عنابة على بعد 750 كيلومتر، وفي نفس اليوم ساعة فقط بين المباراتين وراح حضر المباراة النهائي الثاني. إذا الجزائر اليوم أظهرت لإفريقيا أنها جاهزة من كل النواحي، من الهياكل، من جودة التنظيم، من المرافق، من الفنادق، من الاستقبال، من الجماهير. لما تشاهد أنت ملاعب مملوءة على الآخر في مباريات لا تخص المنتخب الجزائري، هذه رسالة قوية من الجزائر، من الاتحاد الجزائري، من الدولة الجزائرية إلى المسؤولي الكاف أن الجزائر جاهزة لاحتضان 2025 كما قال الأستاذ المغودي كأس العالم الإفريقية 2025. أتمناها تنافس رياضي بين دولتين شقيقتين، والأفضل هو من يفوز بشرف تنظيم هذه الدورة التي ستكون ناجحة سواء كانت في المغرب أو الجزائر. وهذا ما سيكون، وطبيعي جدا. أحيي شفنا الأستاذ المغودي كيف يدافع على ملف المغرب بطريقة رائعة جدا، وحكيم أيضا بطريقة ممتازة إن صح التعبير. وهذا هو المطلوب. هذا أول ملف وافقني فيه هيكل والله العظيم، لأنه هذا أول شيء ممكن نوافقك فيه اليوم الحقيقة. يعني نمشي لمباراة موريتانيا. الأستاذ المغودي قال أنه هي تجريبية بثمن أندية، ولكن المقاييس خاطئة نوعا ما، لأنك أنت تحرم أندية شمال إفريقيا لأنك أنت حاب
انه كل افريقيا او كل المناطق الافريقيه لانها مقسمه الى مناطق انها تشارك. لكن اذا شفنا انه شباب الوزداد اللي وصل نصف النهائي اقوى فريق في الجزائر ومن بين احسن الانديه في افريقيا من ناحيه الاموال، من ناحيه الهياكل، من ناحيه مستوى اللاعبين، كذلك وفاق الصيف العريق، كذلك شبيبه القبائل اللي وصلت الى نهائي الكونفدراليه على مرتين او نصف نهائي وثم نهائي. نظن انه هذا اجحاف في حق الجزائر، لكن نظن كذلك أن الكاف الان بعد ما رأته وشاهدته بأم عينها فيما يحدث الآن في الشان ستغير منطقها وستغير رؤيتها نحو الجزائر ونحو الأندية الجزائرية. هو فقط لما تشوف ممكن هذه الارتجاليه في تنظيم هذا السوبر ليغ عفوا، اعتقد بان هناك ممكن في رايي الشخصي انا نشوفها اغراءات ماليه لا اقل ولا اكثر. انا في رايي الشخصي يعني اريد انا كندي الامر يساعدني في شهرين نفوز ب 6.5 مليون دولار. كذلك الاتحاد الافريقي، لان اكيد بان هناك محتضن سوف يضخ اموال، وبالتالي انا في رايي الشخصي ولو نعرف المحتضن وعدد والمبلغ الذي يتم ضخه من اجل السوبر ليج، انا ذاك ممكن ان نفهم لماذا الاصرار على تنظيم ممكن اعتقد انه المستشار هو ايطالي بالاساس. هو تقليد للبطوله العربيه للانديه اللي كنا نشاهدوها زمان في البلدان العربيه. صحيح تقريبا بنفس بنفس الطريقه يعني لكن كانت مدينه اغلب يعني مدينه هي التي تحتضن البطوله. بطريقه الذهاب والاياب. لا وكانت حتى ان المدن تحتضن البطوله العربيه سابقا كل التكاليف تحت نمشي للاستاذ محمد الميغودي. اليوم غير عادي يا حكيم. انا كنت كلمت القانون. لا اليوم انا تكلمت القانون. اليوم غير عادي. وانت تحديتني يا هيكل. شو تحدي؟ والله عزيزي هيكل انا اعتبر ان المونديال يطوعنا بالمغرب ما هو الا حركه تسخينيه، او نقول ان حصه تدريبيه للمونديال افريقيا 2025 ان شاء الله. ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة.